نادرة الوجود بصوتها العذب استطاعت أن تأخذ مكانتها وسط عمالقة الفن والتلحين في الثلاثينات، وأحبت الفن منذ صغرها وهربت من أجله لتخلد اسمها كأول مطربة مصرية تظهر على الشاشة الفضية. رسخت الفنانة نادرة أمين بصوتها وأدائها قواعد الفن المصري الأصيل، لفتت انتباه كبار ملحنين ذلك الزمن وتتلمذت على أيديهم، وقدمت مجموعة من أروع أغاني التراث المصري الأصيل. ورغم قدرتها الصوتية الرائعة وموهبتها اللي نفست بها أم كلثوم، إلا أن نادرة أمين محدودة الرصيد والشهرة مقارنة بغيرها، فقدمت عدد محدود من الأغاني واختفت عن الفن ولم تستطيع مواكبة التطور الفني السريع. اتولدت نادرة أمين في 7 يوليو سنة 1906 في حي عابدين لأب مصري من رشيد بالبحيرة، وأم لبنانية الأصل. فقدت أمها وهي طفلة في عمر السنتين، وتركها أبوها لأختها لكي تربيها، وسافر لأمريكا للاستقرار والزواج هناك. أحبت الغناء منذ طفولتها، وكانت دائما الهرب من المدرسة الابتدائية مع زميلتها إلى حديقة قريبة من بيتها تغني وتلعب مع صديقتها دون أن تأبه بالعواقب التي ستلقاها عند العودة في المنزل. وبسبب تصرفاتها المتمردة منذ الطفولة كان عم نادرة بيعنفها وبيضربها، ووقتها قررت عيلتها تزويجها وهي ما زالت طفلة عندها 13 سنة للتخلص منها ومن عبئها عليهم. لم يرضع الزواج تلك الطفلة من تمردها على العادات والتقاليد وحبها للفن اللي قادها للهرب من زوجها بعد 6 شهور من الزواج، وساعتها تم الطلاق. بدأت نادرة أمين الغناء بحفلات أسرية ضيقة، والتقت بعازف الكمان سامي الشو في إحدى الحفلات الغنائية اللي اعتادت أن تغني فيها. أعجب بموهبتها وشجعها على احتراف الغناء، وبعدها اتعلمت العزف على العود على إيد الموسيقار يوسف عمران اللي علمها غناء الموشحات الأندلسية، وكان السبب في وقوفها الأول على مسرح رمسيس في أوائل الثلاثينات في إحدى الحفلات مع الفرقة على مسرح رمسيس، وقيام نادرة بالغناء والعزف على العود استمع إليها أمير الشعراء أحمد شوقي والموسيقار محمد عبد الوهاب في بدايتها سنة 1929 وهي بتغني موشح مع احتيالي يا رفاقي. وعلى مسرح بديع مصابني اتألقت نادرة بالعزف والغناء، واتجهت للتمثيل فلعبت دور البطولة في الفيلم الغنائي الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية انشودة الفؤاد. كانت نادرة أول مطربة مصرية بتغني على الشاشة الفضية من خلال فيلم أنشودة الفؤاد، وغنت فيه أهم أغانيها من شعر خليل مطران وألحان زكريا أحمد. وكانت تلك الأغنيات هي يا بحر النيل يا غالي، وقصيدة أمسعدي أنت في مرادي، وأيها البلبل الحنون، واللي نجحت بهم نادرة نجاح منقطع النظير وحققت بعدها شهرة واسعة في الوسط الفني وقتها. كان نجاح الفنانة نادرة منقطع النظير، واحتلت صورتها غلاف أول عدد من مجلة الكواكب يوم 28 مارس سنة 1932. وبعد نجاحها رغب الموسيقار محمد عبد الوهاب في أن تشاركه بطولة فيلمه الوردة البيضاء، لكن رغبتها في تولي رياض السنباطي تلحين أغانيها كان في الفيلم كان سبب في الخلاف بينها وبين عبد الوهاب، وانتهى الاتفاق بينهم قبل أن يتم. سطع نجم نادرة أمين في عالم الغناء حتى غارت منها أم كلثوم وتنافست معها بعد شعبيتها المتزايدة يوم بعد يوم، واتفردت بمكانة خاصة فغنت للجيش المصري أيام حرب فلسطين، وأبدعت في غناء يا مصر يقوم احمي الوطن، وكانت أول مطربة بتغني للجيش وقتها. ذاع صيتها أكتر حتى لحن لها عمالقة زي رياض السنباطي ومحمد الأصابجي ومحمد عبد الوهاب. لم تتوقف نادرة عند ذلك النجاح فاتجهت للتنويع وأنشدت دعاء ديني للإذاعة المصرية استعان بها يوسف بك وهبي بصوت المطربة نادرة أمين للغناء فقط من خلال فيلم بنت زوات سنة 1942. كمان مثلت في فيلم شبح الماضي وكمان فيلم أنشودة الراديو. ومن أشهر أغنيات الفنانة نادرة أمين خدود الورد، وغني معايا يا موج النيل، والياسمين، وبين الزهور، وفضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجني، واعطيني العود، وكمان أغنية لما بدا يتسنى. ومن الأناشيد الدينية اللي قدمتها نادرة يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن أشعار خليل مطران وألحان زكريا أحمد، وغنت يا بحر النيل يا غالي. وفي الأربعينات قل تواجد نادرة على الساحة الفنية. في خلال الفترة دي تعاونت للمرة الأولى مع محمد عبد الوهاب اللي لحن لها أغنية يا حبيبي أقبل الليل، وغنت سنة 1948 طقطقة يا جيش بلادنا يا حامي النيل. وعند قيام ثورة يوليو غنت يا مصر يقوم احمي الوطن. واختفت نادرة مع الوقت، وقيل إنها اعتزلت الغناء في الستينات أثر خلاف مع هيئة الإذاعة المصرية.
واتقال إن بعد شهرة المطربة نادرة أمين دفعت أم كلثوم للغيرة منها بعد ما أصبحت أول مطربة تغني للجيش في حرب فلسطين بغنائها يا مصري قوم احمي الوطن في منتصف الستينات. عاشت حبيسة جدران منزلها ولم ينقذها إلا معاش بقرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. يوم 17 يوليو سنة 1906 اتولدت نادرة، وفي سنة 1990 بعد 7 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها عن عمر يناهز 84 سنة رحلت نادرة عن دنيانا تاركة وراءها عدد من الأغنيات والأناشيد والموشحات، فضلا عن مشاركتها في 3 أفلام بخلاف أنشودة الفؤاد عام 1932 اللي ظهرت فيها بجوار جورج أبيض والشيخ زكريا أحمد والمخرج الإيطالي ماريو فلوبي. الله يرحمها ويرحم الجميع.